بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا مساء الجمال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كب كيك البرتقال، وهنغير شكله في الاخر كده شوية على حسب رغبة اللي عايزين ياكلوه، بس ان شاء الله الطريقة تعجبكم والطعم والله في النهاية حلو. برتقال وشوكولاتة، برتقال وشوكولاتة وطعمه تحفة جدا. هننزل كده معانا المقادير: 3 كوبايات دقيق، كوباية ونص. طبعا الطريقة دي احنا بنعتمدها في كل طبعا بنمشي بمقادير الكوباية، فبتعتمديها بكل في كل المقادير بتاع الكيكة يعني. معانا 3 كوبايات دقيق، كوباية ونص سكر، كوباية ونص عصير برتقال، 3 بيضات، كيس بيكنج باودر، 2 فانيليا، 2 معلقة نشا. معانا البرتقال على حسب ما ياخد معانا. هندخل الاول المواد الكافة اللي هي الدقيق ومعلقتين النشا والبيكنج باودر وذرة الملح. هننزل بقى بالمكونات السائلة. معانا كوباية ونص عصير برتقال، كوباية الا ربع زيت، كوباية ونص سكر، 3 حبات بيض. طبعا المقادير على حسب ما انت عايزة وعلى حسب ما رغبتك تعوز، 4 بقى 3 2 تمشي معاكي برضو. هننزل كده بكيسين فانيليا، ومعانا كمان معلقة خل عشان تخليه هش كده وطري، ومعانا معلقة بشر برتقال هننزل بيها كده. طبعا احنا عملنا كمية سادة وكمية بشوكولات، فان شاء الله الطريقة تعجبكم. معانا كمان كيس بودر عصير بنكهة البرتقال. فهنضرب بقى كله في الخلاط وهنرجع مع بعض تاني، وان شاء الله الطريقة هتعجبك قوي. معانا كده صينية الكب كيك، هنبدأ ندهنها زيت بس مش كتير، حبة بسيطة كده، لازم تحطيها في صينية تانية زي ما انت شايفة قدامك. وهنبدأ طبعا كل ده واحنا مسخنين الفرن الاول. بتسخنيه وبتظبطي درجة الحرارة على الكيكة، بيبقى 180 درجة. هنجيب بقى المواد الجافة كده بعد ما عملناها، هننزل عليها بالمواد السائلة اللي احنا ضربناها مع بعض. هنقلب بقى كويس خليط الكيك بتاعنا لحد ما تشوفي القوام المناسب بتاعه قدامك. هتشوفي كله دلوقتي قدامك عامل ازاي، زي ما انت شايفة قدامك كده. بسم الله ما شاء الله، ما خدش وقت خالص وطعمه تحفة. وطبعا على رغبة الموجودين قالوا عايزين ايه دلعهولنا شويه، حط لنا عليه شوكليت يا جماعه، برتقان وشوكليت. قالوا ايوه برتقان وشوكليت، وان شاء الله تطلع تحفه. وفعلا توقعاتهم طلعت حلوه وطعمها تحفه جدا، والميكس الاتنين مع بعض عمل شغل جامد وطعمهم كان حلو قوي. طبعا هنبدا بقى نصب كده. طبعا ما عرفتش فهجيب ايه المغرفه، هبدا ان انا اعمل بيها بالكبشه يعني، وهبدا اعمل بيها. طبعا بعد ما بتصبي بتجيبي معلقه الخله وتفرغي الهواء منها. طبعا هعمل كب كيك كده، هطلعه من البتاع بتاعته. بسم الله ما شاء الله، شايفه الطراوه مفرغ خالص. طبعا انا عملت صوص الشوكولاته، طبعا انت عارفه مقاديره، انا عملتها قدامك قبل كده وهكتبها لك دلوقتي في صندوق الوصف معانا. هنزلك بالمقادير كلها وكده. جبنا بقى قرطاس وحطينا فيه الشوكولات بتاعنا ودخلناه في فريزر، ما كملتش حوالي 5 دقايق. وهنبدا بقى نعمل بيها اي شكل على على الكب كيك بتاعنا. عملت الكب كيك برتقان، قالوا لي لا كملي التانية تبقى صينية عادية وايه، وخليها هي برتقان، وخلي الكب كيك بس ايه نحط عليه شوكولات للاولاد. طبعا زي ما انت شايفه قدامك، وهتزيني باي حاجه عندك. ممكن تعملي الوصفه دي في راس السنه، هتبقى معاكي حلوه قوي زي ما انت شايفه قدامك، وهتعمليها للولاد. وطبعا كريمه الشوكولات دي اقتصاديه خالص، هقولك برضو على طريقتها في صندوق الوصف. وبألف هنا وشفا يا رب اللي كان ليه نصيب ياكل منها. هبدأ بقى كده هجيب عندي شوكولات ابيض كارز بيه، هننزل بقى بيه كده بس كتزيين يكسر اللون معانا زي ما انت شايفة قدامك. وهنبدأ بقى ايه نحطهم في التلاجة كده عشان الشوكولات بتاعنا يتجمد شوية ويمسك نفسه. وطبعا زي ما انت شايفة الطريقة قدامك، وبألف هنا وشفا اللي كان ليه نصيب ياكل حاجة منها. ويا رب طريقتي تكون بتعجبكم، وجربيها في رأس السنة ان شاء الله تعجب اولادك. وما تنسيش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.